تتخيل انك فضلت شهور بتعمل فيديوهات ومنتظر الربح، وكل يوم بتبص على الاحصائيات تشوف المشاهدات والمشتركين. في مشاهدات في مشتركين الحمد لله. اجينا ساعة تحقيق الربح قالك محتوى معاد استخدامه او محتوى مرفوض او محتوى مخادع. بعد كده بقيت كل يوم تبص على الارباح، كل يوم تلاقيها صفر. ليه؟ ايه السبب؟ علشان انت بتعمل النوع الغلط من المحتوى. والنهاردة انا جاي اقولك على اخطأ واخطر انواع المحتوى اللي مش هتكسب فلوس منها، بالعكس ممكن تبوظ قناتك تماما. هتفضل سنين وشهور وسنوات وانت عمال شغال على المحتوى ده، وفي النهاية مفيش فلوس، مفيش اي حاجة. والمحتوى ده جايب لك مشتركين مشاهدات، وممكن تتفعل والارباح تفضل صفر زي ما هي، والسبب المحتوى. فخد بالك وخليك معايا وانتبه. وكل ده يعني انت النهارده احنا جايين نحط النقاط على الحروف اصلا، فخليك معايا وان شاء الله خير. ويلا بينا نبدأ باول حاجة معانا. أول حاجة تمويه بسيط بس علشان تكملوا معايا الفيديو. في ناس فاكرة إنه أي محتوى على يوتيوب بيكسب، طبعا من ضمن المشاهدات والمشتركين، بس الحقيقة في محتويات كتير بتجيب مشاهدات ومشتركين بس بتكسبش ولا مليم، ورغم إنه في مشتركين ومشاهدات. وانت ممكن تكون بتعمل النوع ده من المحتوى ومش واخد بالك تماما. فخليك معايا ويلا بينا نبدأ بالترتيب على طول. أول حاجة، المحتوى المعاد استخدامه. إيه هو المحتوى المعاد استخدامه؟ المحتوى المعاد استخدامه هو لو بتاخد فيديوهات من التيك توك أو بتعيد نشر فيديوهات من الإنترنت بدون تعديل حقيقي منك، انت كشخص ما بتعدلش فيه، يوتيوب هيوقف لك الربح على القناة حتى لو جبت مليون مشاهدة ومليون مشترك او 4 مليون مشاهدة او 10 مليون مشاهدة. فخلي بالك. وتاني حاجة، المحتوى اللي مفهوش قيمة، فيديوهات تقليدية أو محتوى متكرر 100 مرة 1000 مرة، أو فيديوهات مش بتقدم حاجة جديدة. المعلن مش بيحب النوع ده، فمش هتلاقي إعلانات عليه أصلا، مفيش إعلانات خالص. وتالت حاجة، المحتوى القصير فقط بدون خطة. بدون خطة. الشورتس بيجيب مشاهدات ومشتركين نعم. هل بيكسب؟ هل هو بيكسب؟ مش بقدر اتخيل الا لو عندك خطة واضحة تحول المشاهدين لمتابعين ومشتركين فعاليين. ركز معايا. وليس مشاهدات من اليوتيوب عشوائية، يعني مشتركين صامتين وكأنهم رقم وخلاص في الصفحة. يعني لو هم مش موجودين احسن، فده رقم وخلاص. فانت تعمل الخطة دي وتمشي عليها، كده المحتوى القصير يخصك، كده يناسبك، وانت كده تقدر تستهدف جمهورك منه وتقدر تربح، والمحتوى القصير كده يناسبك. اما تنزل بطريقة عشوائية يجيلك مشتركين علشان محتوى الطبخ اللي انت نزلته قصير، وتاني يوم يجيلك مشتركين علشان الفيديو بتاع الجيمنج اللي انت نزلته، كده هتلاقي عندك تفاوت في المشاهدات في المشتركين، مرة بينقصوا مرة بيزيدوا كده. اما لما تعمل الخطة اللي انا بقولك عليها ديت، اضمن لك النجاح. طريق معين هتمشي عليه تحول مشتركينك لمتابعين حقيقيين، مش مجرد رقم في الصفحة وخلاص. كده اضمن لك النجاح، مشتركينك يتفاعلوا معاك. 100 مشترك عندك، الفيديو بتاعك لازم يجيب فيه 100 مشاهدة، ما يجيبليش بس ال 50 مشاهدة. طب ال 50 مشترك التانيين بيعملوا ايه؟ بنقيس المشاهدات والمشتركين، قصدي المشتركين على حسب المشاهدات. خلي بالك وركز معايا لان ده كله هيفيدك والله. في ناس بتلاقيها معاها مليون مشترك والفيديو بتاعهم بيجيب مثلا 5 6 آلاف مشاهدة. طب ليه؟ ايه السبب؟ محدش عارف. مشتركين وكأنهم مش موجودين، رقم في الصفحة. الحمد لله احنا معانا 300 ولا 400 مشترك اللي معانا متفاعلين على قد يعني، رغم انه المشتركين صغار، رغم انه على الصفحة متفاعلين، وشكرا لكم. ورابع حاجة، المحتوى اللي ضد السياسات حتى لو بسيط، حاجات زي العنف أو كلام غير لائق أو حتى موسيقى عليها حقوق طبع ونشر. اليوتيوب ممكن يعتبرك غير مناسب للمعلنين، غير مناسب لصفحته، غير مناسب لعيلة اليوتيوب زي عيلة رمز الفكرة كده، ويوقف الربح بالكامل، واحتمال يحظر قناتك. وعلى الحاجة ديت حابين نوقف شوية ونديلها تحية سلام.
المحتوى اللي ضد السياسة زي العنف، اليوتيوب عامل تحديثات. أي محتوى قصص رعب خاف من دلوقتي. أي محتوى قصص رعب حاول انتبه، لأن احتمال قناتك تتوقف تتقفل تتحظر، اليوتيوب يطيرها. اليوتيوب طبعا علشان يحمي المشاهدين الصغار من العنف والفيديوهات اللي عليها عنف ودم وقتال وحاجات زي كده، اليوتيوب بدأ يحذفها من تلقاء نفسه. فخلي بالك لأن التحديث ده هيضر الجميع. اليوتيوب طب انت تعمل ايه؟ كل ما عليك انك يعني حاول اعمل قصص رعب، بس مش تكون الرعب اللي الناس تخاف منها، لا ميبقاش فيها دم. حاول حتى المحتوى الجيمنج اللي فيه قتال ودم وذبح حاول ابعد عنه، لان والله قناتك هتطير مع الزمن. ركز وافهم، حاول حط الصورة مصغرة ميبقاش بيها دم وميبقاش بيها ذبح وميبقاش بيها حاجات مش كويسة. اليوتيوب هيحظر قناتك، اليوتيوب بيقول كده علشان يفاديك، وانا طالع كمان اقول لك كده علشان افاديك من المخاطر اللي جايه لك. خلي بالك. بس لو وصلت للنقطة دي في الفيديو ده فانت اذكى من انك تقع في الاخطاء دي. انك تبدأ صح وتبدأ قناة وتبني قناة وتحقق دخل فعلي وتعيش من وراها. بس لازم تعرف انه اي محتوى اللي فعلا بيكسب، وايه هو اللي بيكسب واللي بيعيش على المدى الطويل. وان شاء الله هنعمل لكم فيديو عن المحتويات دي، وكل حاجة ان شاء الله انتوا عايزينها هتتحقق واللي انتوا عايزينها. وان شاء الله هنعمل فيديو بنتكلم فيه عن اهم المحتويات الناجحة. وهعمل بالفيديو الجاي برضه على افكار قنوات يوتيوب 2025، أفكار جديدة قابلة للربح وليس الاشتعال، محدش بيتكلم عنها. فلو مهتم تبدأ قناة صح دوس لايك واشترك وفعل الجرس علشان يوصلك أول ما ننزل الفيديو ده. وما تنساش تكتب لي في الكومنتات ايه نوع المحتوى اللي انت شغال عليه دلوقتي، ويا ترى هل يا ترى انت بتكسب من دلوقتي قناة او عندك قناة وبتقدم فيها ايه؟ انا مستني ردودكم في الكومنتات. شكرا ليكم، سلام عليكم.